في العالم كله، إعلام يخدم مصالح اليهود، ومن بعدهم يخدم مصالح الإخوان المسلمين والشيعة، كل الإعلام إلا من رحم الله. لكن الأشياء الحقيقية المعالجة بعد فضل الله سبحانه وتعالى تمت من الملك سلمان. اتصل بجهات وزعماء في العالم بالتلفون بس، المشكلة كلها اتحلت. ديل طالعين مظاهرة وبكوركو و6 نسوان بعيطا، فهمت؟ ديل ما بعالجوا ولا بحلوا مشكلة. لكن يبقى السؤال، من أو ما هي القناة في الإعلام التي تكلمت عن جهود الملك سلمان أو جهود السعودية في فتح الأقصى؟ مين اللي يتكلم؟ ما في حد بيتكلم. ولذلك أعرف تماما لما تجد الأعداء كلهم يبغضوا مكانا معينا أو شخصا معينا، فاعلم أنه على الصواب. ما معنى السعودية صواب في كل شيء، لكن اعرف أن هذه الجهة تمثل في النهاية عموم المنهج السلفي والحق. الآن السعودية أعداء منهم، الإخوان المسلمين أعداء للسعودية، عداوة ثقيلة. في البلد دين الصوفية جت من أولهم لآخرهم، بس كده تتكلم قول لهم السعودية يقول لك الوهابية المساخيت ملعونين الله يلعنكم. يا زول مالك؟ الصوفية أعداء لها، الأخوان المسلمين أعداء، اليهود أعداء، الرافضة بكافة صنوفهم أعداء للمملكة العربية السعودية. وربنا سبحانه وتعالى في هذه الأيام حمى الإسلام بهذه المملكة، لأن الآن بترعى التوحيد. أي دولة من الدول تتبنى التوحيد الآن؟ يا دولة تتبنى التوحيد بأقسامه الثلاثة وتدافع عن التوحيد وتحارب كل مظاهر الشرك الموجودة. أمس شوف السيتة بتلقى لك قبة ولا شخص بيعبد هناك، وتدافع عن المنهج السلفي، وتصنف جماعة الأخوان المسلمين جماعة إرهابية، فهمت؟ عشان كده الأخوان المسلمين الآن أعداء لها ويتباكوا على الأقصى، والأقصى ما بيرجعوا أخو مسلم. أعرف المعلومة دي، أكان الليلة ولا بكرة ما في أخو مسلم حريص على الأقصى ولا برجعوا. عشان كده الشغل الإعلامي ده كله دارين من خلفه هم من وراء مكاسب.